اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. عاملين ايه بقى في حكاية النور ده؟ انا عارفة ان انا مقصرة في حقكم هنا، والله العظيم مش عارفة القناة دي، مش عارفة حظها معايا كده ليه. معلش، بس انتوا زي ما شايفين وحاسين بالجو، معلش هو كسل مش اكتر والله. بصوا بقى، النهارده قمت ابتديت اليوم، يعني كنست البيت وكده. طبعا انا نزلت لكم كام يوم روتين، حبيتش ان انا اصوره لكم يعني. فقلت اعمل غدا في نفس الوقت يكون سهل، ومش عايزه فيه ازود فيه حاجات او اجود فيه حاجات، وفي نفس الوقت هعمله بطريقه حلوه علشان الجو حر. تمام. طبعا انا اتفقت معاكم وقلت لكم الوصفات ان شاء الله اللي جايه دي هتكون حاجات يعني ايه عشان الصيف، انتوا فاهمين. المهم اشوحت اللحمه، نزلت بالبهارات اللي هي ورق لورا، حبهان مستكه، عودين قرنفل، فلفل اسود، حصى مستكه، وخليتهم يتشوحوا. جبت بصلتين متوسطين، هما بصلتين بس، علشان نضربهم بقى في الكبه ونكمل بقيه الوصفه بتاعتنا. بس لو وصلتي للدقيقه دي من الفيديو ما تنسيش تصلي على الرسول وحطي لي لايك وكومنت حلو منك، واشتركي في القناه لو لسه مش مشتركه. نقطع بقى البصل. والله يا بنات، موضوع الاكل دوت بقى حاجه رخمه. كل يوم كده ملل. بتقعدي تحتاري هناكل ايه، هنعمل ايه، والجو حر مش عايز حاجه تقيله. بصراحه عملت الوصفه دي بسجل لكم في نفس اليوم. لا والله كانت خفيفه وحلوه، يعني ما فيهاش اي تعب، حلوه يعني. بصوا بقى، عشان انا عندي حساسيه في عيني، مجرد بس ان انا فتحت الكبه عينيا نزلت دموع، مش قادره اقول لكم ازاي. بصوا طبعا حتى لومي يا بنات، وحتى عود قرفه. تمام. اللحمه انا عايزاها اللي هي تكون محمره في الكبسه، مش عايزاها اللي هي تكون باينه كانها مسلوقه، لا. نزلت بالبصلتين. تمام. الطريقه ديت انا هعملها معاكم. عملت الكبسه بكام طريقه، بس مش عارفه بصراحه على القناه هنا ولا القناه التانية. كنت جايبه 2 كيلو مانجا، قلت بقى اغسلهم واحطهم في التلاجة عشان يسقعوا كده. بس المانجا حاساها يعني، لا اللي هي جبتها دي النهارده كانت حلوه، بس برضو مش حاسه المانجا كتيره، ومش حاساها لسه برضو حلوت قوي، مش عارفه بصراحه. الكيلو ب25. بس فونس واللي هي العويس دي مش عارفه شفتها مره بس مش كتيره، ومش عارفه المانجا مالها. ممكن لسه بدري عليها شويه يعني، او لسه ما حلوتش، مش عارفه والله يا بنات. المهم بقى الحاجات اللي هي اتبهدلت مني قلت اغسلها، علشان لو انا سبت دولت 5 دقايق وهتلاقوا المواعين بتناديني، يعني هتطلع من الحوض. يعني ايديكي في طول ما انت بقى واقفه في المطبخ، بصي ما تحاوليش تطلعي بره تستريحي. حطي مثلا الحاجه على النار وروحي اغسلي المواعين. اغسلي الرخامه. لو انت تخلصي في وقت تلاقي كل حاجه حواليك نظيفه. بغسل ازاز الميه دي على طول، زي ما عرفتكم كل واحد يعني ليه ازازه بيخليها جنبه. دي عاده فينا، يعني محدش بيشرب من ازازه حد يا بنات. نغسل بقى الاطباق. طبعا مش هتبقى اول مره اغسل المواعين النهارده يعني. في كم مرة تغسلي فيه مواعين، وبعد الغدا بقى اللي هو مثلا الطبقين ولا حاجة وشكرا، بيبقى اليوم انتهى واحنا انتهينا. بس كنت بغير البريل، كنت شطفت الصبانة، بحس فيها حاجات يعني وكده، فقلت لا اشطفها واشطف بقى الكوبايات عشان اشوف انا هعمل ايه معاكم. وانتوا بنات والله خدوا افكار، يعني احنا بنساعد بعض عامه يعني. الاكله دي خفيفه، اعملوها وحلوه، وهعمل جنبها سلطه الدقوس حلوه قوي. احنا ممكن يبقى فيه مثلا كام حاجه في دماغنا احنا بنحبها بس ناسيينها، انتوا فاهمين. فالاكل والله الصيف يعني مش عايز بصراحه، ان الباميه حلوه وكل حاجه انا عارفه، بس انتوا عارفين ان الجو مش عايزك تاكلي حاجه فيها صلصه، مش عايزك تاكلي حاجه، عايزه حاجه مشويه، مثلا كبسه، رز بسمتي واي حاجه جنبه، حواوشي. ان شاء الله اعمل معاكم الحاجات دي. الجو صعب. بصوا انا في الوقت ده كنت حاطه الكاتل على النار. شوفوا اللحمه بقى هي دي اللي انا عايزاها، البصله تدبل معاها. وانا هعمل ايه بقى هنا؟ مش هنزل بكميه الميه مره واحده، يعني هديها كوبايتين كوبايتين. لما الميه تنقص احط لها ميه تاني. وحطيت مكعب مرقه خضار.
طبعا اللحمه هنا الميه اللي فيها دي بتكون مركزه، لان يعتبر الشرب اللحمه دي هتنزل كل حاجه فيها زي المرقه، انتوا فاهمين، بتبقى مسكره. اهو شوفوا كده الميه كان قلت، هجيب لها شويه ميه تانية لحد ما تستوي معايا. انتوا فاهمين الطريقه دي حلوه جدا برضو يا بنات. بعملها. انا عملت معاكم الكبسه، طبعا في طريقه تانية انا بعملها وبحبها على طول، والطريقه دي والله جميله يعني، بتبقى حلوه. عارفين زي الرز اللي انتوا بتاكلوه عند في المطاعم وكده، حضرموت، والرز الاصفر في بيبقى فيه رز فيه تسكيره كده حلوه، هو الطريقه دي. بصوا نزلت بفلفل، فصين توم، كزبره وطماطم وليمون وخل، وهننزل بقى بكمون وكزبره وشطه وملح وبابريكا علشان نعمل سلطه الدقوس. ما انا زي ما قلت لكم، انا ما بعرفش اكل الكبسه كده، ما بحبهاش من غير السلطه دي، يعني هي اساسي. تمام. طماطم، فلفل، عودين كزبره، فصين توم، كمون، كزبره، ملح، بابريكا، بس وبسيطه وبتبقى جميله. طبعا طلعت بقى رز ابو كاس، هشوف انا هاخد كام كوبايه. طول ما انا واقفه كده يا ماسكه فوط المطبخ، شفتوا مثلا الجزامات دايما اللي هو مثلا بيلمعوا الجزم دول، بيبقوا ماسكين على طول في ايديهم الفرشه بتاعه الجزم. انا دايما ماسكه كده طول ما انا واقفه، يا ماسكه الاسبونشه بتاعه المواعين، يا الفوطه بتاعه مسيح الرخام، شغاله كده 24 ساعه. والله العظيم ملل. نزلت بقى يا بنات ب3 كوبايات ونص، الكوبايه دي معيارها ربع كيلو. تمام كده. الميه كان قلت، ننزل بقى ده اخر شويه ميه. بصوا هننزل ببهارات الكبسه ومعلقه كركم. بهارات الكبسه فيها كل حاجه وشويه ملح، بس انا بزود عليها معلقه كركم. تمام. شفتوا ازاي طريقتها سهله، بس التركات فيها ان انتي كل شويه تحطي لها شويه ميه. كده بقى كان غلت، ننزل بالرز ونسيبها. عايزه اقول لكم المعيار الميه مظبوط. هتشوفوا الرز انا هوريلكم ازاي طالع مفلفل وجميل، مش اللي هو كأنه مكبوس على بعضه، لا الرز مفلفل يعني بالظبط. الحمد لله يا رب ما تعجنش معايا ولا اي حاجه. نقدمه بقى مع بعض. طلع اللحمه، طبعا كان في لحمه ورز في الحله، بس انا ما طلعتش يعني كله بصراحه، لان مش كلنا كنا هناكل في نفس الوقت. تمام. وفي الوقت ده انا كنت نسيت البيبسي. اختي كانت بتقولي طب انتي طلعتي لك البيبسي وما جبتيش معاكي ليه كوبايه؟ قلت لها مش هجيب لك، كنت برخم عليها اهو. انا تصدقوا والله يا بنات، انا كنت في الوقت ده خلصت غدا، كان حوالي الساعه 11 بالليل، وما كنتش فطرت والله، كلت يعني، كنت جعانه جدا. خلاص يا بنات، اشوفكم فيديو جديد ومع السلامه.